والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف رئيس نادي الشرطة الرياضي السيد أياد بنيان. كابتن أياد، أرحب بك معنا في نشرة العراق اليوم. لماذا اتخذتم هذا القرار بالانسحاب في حال إصرار الاتحاد على إقامة مباراتكم مع نادي أربيل في ملعب الشعب الدولي؟ مرحبا بك اخي الكريم حسام. طبعا هذا قرارنا نتيجه يعني قرار الاتحاد الظالم بنقل مباراتنا الى ملعب الشعب، وهو استحقاق طبيعي تضمن اللوائح والقوانين بالدوري ذهاب واياب. بصراحه انا اهيب الاتحاد ان يخطو هذه الخطوه، لانه هو الاتحاد وهو بنفسه صرح انه سيراقب من كثب مساله التلاعب بالنتائج. انا اعتقد انه نقل مبارياتنا هو هذا التلاعب بعينه، هذا حقنا لنا المفروض احنا، لانه الملعب والجمهور يأثر باداء اللاعب، وهذا حقنا المشروع. ولكن الاتحاد وقبل نادي اربيل كابتن اياد شاهدوا ما حدث في مباراتكم مع نادي دهوك وما ساد من فوضى بعد انتهائها، فربما لجأوا الى هذا الخيار بسبب ذلك. يعني اذا تقارن مع اللي حدث مع هو يعني ما شابه اي اعتداء طبعا. حتى بعد المباريات جماهيرنا اللي نزلت هي اخذت مع نجوم الفريق الخصم اللي هم علاء عبد الزار وسيف سلمان صور تذكاريه محبه بهم. واذا تريد تقارن اللي صار يعني ماذا تقول في اللي جرى في ملعب اربيل في اخر مباريات يعني اللي كانوا بها خسروا بها يعني. فما قولك يعني. بالنسبه لنا احنا يعني ما عندنا اكو كشوفات هو يقدمها المشرف على المباريات، الكشف جدا سليم، ما تم اي اعتداء، صرحه من ناس شباب وهي تحدث في كل دوريات العالم وحتى في بطولات العالم يعني. نعم. في اثناء مباريات نزول، وهذه طالما حدثت في ملاعبنا الشماليه والجنوبيه. طيب، وماذا لو اصر الاتحاد على قراره؟ وهل هناك انديه تؤيد قراركم هذا؟ بصراحه يعني هو الحيث واقع عليه وعلى نادي القوه الجويه ايضا. نعم. واضافه الى طبعا نادي الزوراء ايضا يعني حرصا منهم يعني. الجويه ايضا طلب نقل مباراته مع بغداد، نعم، رفض نقل مباراته الى ملعب الشعب. نعم ولذلك احنا والجويه وايضا ضمننا نادي الزوراء ايضا يعني بصراحه يعني. نعم. لانه لابد من وقفه، ما يصير يعني ما ممكن ان يكون انت الخصم وانت الحكم. انا هذا القرار انا اعتبره مبيت وظالم وغير منصف ويؤثر يعني بصراحه مسيره الدوري. يعني هو مو مهم الدوري بقدر ما مهم سلامه المبادئ اللي نحتكملها والهدف من الرياضه بصراحه يعني. نعم. وهل تعتقد ان الاتحاد سيلجأ الى تغيير المباراه فيما لو اصريتم باختصار رجاء؟ والله الحقيقه هذه مساله ملوطه بالاتحاد. احنا بالنسبه لنا قرارنا احنا واكثر من انواع واحتمال يضاف انديه اخرى يعني. نعم. انه الانسحاب من الدوري بهذه الطريقه، لانه ما ممكن ما ممكن ان تكون انت خصم وحكم في نفس الوقت يعني. لانه الان الطرف في الاتحاد هو طرف منافس لنا يعني. نعم. من بغداد رئيس نادي الشرطه الرياضي السيد اياد بنيان، شكرا جزيلا.